بصش تحت رجليك ابدا. لو بصيت في اللحظه دي على سيدنا يوسف جوه البير تقول خلاص انتهت حياته. ساعات الواحد بتتقفل الابواب في وشه، وبجد لو بص تحت رجليه ونسي ان اقدار ربنا لسه ساريه، وطول ما انت فيك انفاس يبقى خزنه ربنا لسه فيها ارزاق ليك، وطول ما انت لسه فيك انفاس يبقى ربنا عنده خير ليك لا ينقطع. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الفل او مساء الفل على اختي وحبيبتي وامي اللي بتتابعني. وحشتوني كمان مره، وحشتوني. النهارده بقى عندنا روتين مختلف تماما، روتين كده بيفكرنا بايام رمضان. النهارده طبعا زي ما انتوا عارفين اللي بدأنا الصيام في العشرة من ذو الحجة، فيلا بينا بقى نشوف اول يوم هنعمل فيه ايه. النهارده اول يوم في الصيام، يلا نشوف. هنحضر الفطار بتاعنا، وكمان هنظبط الوقت الشقة بتاعتنا، ونظبط وقتنا، وبدل ما الوقت يجري بيكي وتبقي محتاسة، يلا تعالي نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا في وسط زحمة اليوم اكتشفت السجاجيد بتاعة اوضة النوم محتاجة اللي هي تتغسل هي كمان. وبما ان بنغسل السجاجيد بتاعة البيت كله، فكل السجاجيد تشارك معانا اللحظة الحلوة دي كده. فيلا نشوف هنعمل ايه. حبيت بقى ان انا ابدأ معاكم كده السجادة من الصبح بدري علشان خاطر الجو حر. فلو نشرتها ممكن لعل وعسى على اخر النهار كده بالليل تكون نشفت معي. جو حلو، جو حر، الشمس طالعه. مش حلو بالنسبه لي بس حلو بالنسبه للغسيل، بيتلم بسرعه. السجاجيد بتنشف بسرعه، وهكذا يعني. فقلت بقى خليني اللي انا ايه اغسل السجاد معايا بسرعه، مش هياخد وقت ان شاء الله. وبالفعل دوت اللي حصل. انت كمان لو وراكي حاجه عايزه تعمليها صدقيني السجاجيد هتنشف بسرعه. يعني لو غسلتيهم بالليل ونشرتيهم هتصحي الصبح تلاقيهم ناشفين، ولو غسلت الصبح على بالليل هتلاقيهم برضو ناشفين. حطيت انا بقى ايه في الجردل؟ حطيت شويه صابون اللي هو الاوكسي بتاع الغسالات اليدوي العادي خالص. وكمان حطيت اللهم صل على النبي، حطيت شويه كلور. بس كده كلور الوان علشان خاطر لو السجاده فيها بقعه كده ولا كده تبدا اللي هي تنضف معايا. وبالفعل ده اللي حصل. مسكت السجاده دعكتها كلها وخليتها زي ما انت شايفه كده. هي انا بالنسبه لي دي اكبر سجاده في اوضه النوم. تمام. السجاجيد الباقيه اللي موجوده جوه داخل اوضه النوم صغيرين شويه، فبرضه هيتعملوا معايا بسرعه. هنا بعد ما خلصت بقى غسل السجاد فقلت بالمرة يعني هو السيراميك ملوش معانا من الحب جانب؟ لا ليه طبعا. فمسكت بقى كده السيراميك بدأت اللي انا ادعكه بالفرشة كويس جدا، واجر بالمساحة. وطبعا هدلق مية مرة واتنين وتلاتة لحد ما اتأكد ان الارض ناشفة وما فيهاش صابون خالص، علشان خاطر الولاد بس محدش يتزحلق. في الوقت دوت بقى انا كنت نزلت وديت موكا تخاطب، وبعد كده رجعت تاني علشان خاطر بقى ايه نعمل مع بعض الفطار. انا عندي البيت كله صايم الحمد لله، فبالنسبه لنا دوت فطار تمام كده، يعني مفيش غدا النهارده. فالانسب لي والاحسن لي اللي انا هعمله النهارده، انا طلعت طبق سجق. بس بيني وبينك انا كنت هعمل سجق كده وسندوتشات، وبعد كده قلت لا الولاد صايمين معقوله هيفطروا سندوتشات كده شكلها حتى مش لطيف قوي يعني. وده اول يوم في الصيام، خلاص خلينا ان احنا ايه نخلي موضوع السجق دوت ندخله في اكله، وتبقى اكله طعمها حلو ووجبه كامله. فاهمين قصدي؟ قطعت بقى السجق بالشكل دوت كده ورحت حطيته على النار. هنا كنت بعمل لمكة بيض عشان هي جعانه، فعملت لها بيض مقلي كده عادي خالص. حطيت السجق على النار من غير ماده دهنيه ومن غير اي حاجه خالص، هو هينزل الماده اللي فيه اللي هي الدهون يعني. وقلت بقى اقشر البطاطس بسرعه، وان شاء الله باذن الله نخلص بسرعه بسرعه بسرعه. عايزه اقول لكم هو الصيام مش متعب، بس هو موضوع العطش بس. يعني الواحد عطشان والجو حر، ولما بتنزلي تروحي مشوار وترجعي فهي ديت بس اللي اللي متعبه شويه. يمكن ما حسناهاش في شهر رمضان، لان شهر رمضان كان جاي في ايام برضو يعتبر مش حر. فاهمين قصدي؟ بس برضو يعني اللي ملوش يعني اللي مش عايز يصوم الايام دي برضو ما يصومهاش. يعني دي بتبقى النية بقى لو موجودة فهتصومي، لو النية مش موجودة خلاص يعني. بس الحمد لله على كل حال، ربنا يتقبل مننا جميعا، امين يا رب العالمين. هقشر بقى البطاطس، قشرتها بسرعة بسرعة، ويلا بينا نغسلها ونرجع تاني. انت تعملي ايه؟ انت حطيتي سجق على النار ولا هتعملي صينية بطاطس؟ بصي انا النهاردة
تعبانه تعب مش قادره اقولك عامل ازاي، مجهود غير طبيعي. وبرضو بعد الفطار ان ارتاح لا مفيش راحه، وقفت عملت شويه حاجات برضو وعلشان خاطر انجز الوقت بتاعي واخلص بسرعه. نفسي اخلص بقى واقعد. انا مش عارفه، ما كنتش بعمل حاجه في الموسم وكنت متعوده كده الموسم بتاعي يبقى من فوق الوش كده. مش عارفه ايه اللي حصل، في ايه اللي حد حسدني. انا الحمد لله يعتبر السجاجيد غسلتها وبقت تمام، يا دوب بس الريسبشن على الفرش. فممكن بكره او بعده افرش الريسبشن اول ما السجاد اللي هو اللي انا غسلته النهارده دوت ينشف، عشان انا لما بحب بفرش الشقه كلها في يوم واحد. مش بحب اعمل اوضه واستنى بكره الاوضه اللي بعديها، لا بتضايق وبحس ان البيت متكركب وبيشيلوا من هنا يحطوا هنا. اكيد هلاقي ناس كتير قوي زي حالتي كده تحب لما تفرش كله مع بعض، حتى لو لسه بدري على ميعاد الفرش. يعني انا لسه بدري طبعا على وقفة عرفات، فانا بالنسبه لي انا ببقى مرتاحه كده. حاجات بسيطه بقى اللي تتعمل من فوق الوش، اللي انت تعملي مثلا تغيري ملايه، تكنسي ارض بالمكنسه كويس جدا، حاجات بسيطه بس يبقى كل حاجه تمام. هنا سكينة الكبة عملتها معايا باظت، يعني انا مش عارفة في ايه اللي بيحصل. كل يومين 3 جهاز من عندي من البيت يبوظ. بصوا العجان، والله العظيم عايزه اقول لكم عصاره البرتقال باظت ومش نافعه تتصلح. صلحتها بس رجعت باظت تاني. العجان باظ، الكبه اتكسرت، الكبه اللي انا كنت بعمل فيها معاكم بصل من حوالي 4 ايام برضو اتكسرت، ودي المطحنه بتاعه التوابل اتكسرت. يلا الحمد لله كويس اللي هي بتيجي في الحاجات ديت، الحمد لله الحمد لله. المهم اللي احنا كويسين وسلام وبخير، ونقدر نشتري احسن من الاول ان شاء الله من الحاجه اللي عندنا ان شاء الله باذن الله. الحمد لله اللي هي بتيجي في كده. المهم بصيت كده على السجق لقيته لسه شويه بس بدأ اللي هو يتشوح معايا. رجعت تاني للبصل، حطيت عليه بقى شويه من الفلفل الاسود اللي احنا لسه طحنينه، وحطيت كمان شويه من الملح والسبع بهارات. هقطع بقى البطاطس بعد ما دعكت البصل كده شويه. طبعا كان في حد بيسألني بيقول لي هبه ينفع احتفظ بالخيار جوه التلاجة؟ اه طبعا ينفع. ممكن تحتفظي بيه جوه التلاجة وممكن بره التلاجة على حسب انت عايزه ايه. انا بالنسبه لي مش عامله كميه كبيره فبنستهلك منها في يعني قبل اليوم دوت كان بيبقى في الغداء والعشاء، فانا بالنسبه لي بستهلك منها بس الايام ديت في الفطار بس. طلعت كيس طماطم من الفريزر واستنيته لحد ما فك معايا، وفك كده حطيته على صينيه البطاطس. حطيت معلقه سمنه ورفعتها على النار اتسبكت معايا، حطيت السجق فوق الوش، دخلتها الفرن. وعملت شويه رز بالشعريه، وطلعت بقى شويه خيار مخلل بالجزر بالفلفل، حاجه كده تستاهل بقك، طعمها حكايه. لازم تجربي شويه المخلل الحلوين دول هيعجبوكي والله. وده كان فطارنا النهارده. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم بالف خير. يلا خدي فكره ونفذيها بكره. عندك ايام كتيره قوي ايام الصيام تقدري ان انت تعملي الاكله دي. طبعا تقدري تستبدلي السجق باللحم، وتقدري تستبدلي السجق برضو بالكفته اللي هي بربع كيلو لحمه مفرومه. هتعملي برضو كم كفتايه كده جنب فوق الوش، هيقضوا والدنيا هتبقى تمام وزي الفل. ممكن ما تعمليش لحوم خالص لو مش متوفرة عندك. صينية بطاطس وشوية رز بالشعرية، ألف هنا وشفا والله العظيم يستاهلوا بقك. هنا بقى كان خلاص. انا طبعا ما كملتش معاكم بقى الرز والتفاصيل لاني طبعا انا صاحيه من بدري والموبايل كان اشتغلت عليه كتير قوي ففصل مني، فحطيته في الشاحن كنت انا خلصت الرز. هغرف بقى هنا كده، غرفت الرز كده للاطباق، وهاخد الصينيه زي ما هي بقى جوه كده على السفره، بره على السفره. صليتي على الرسول النهارده؟ طب يلا بسرعه صلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. ما تنسيش تحطي اللايك بتاعك واستغفري كتير واحمدي ربنا اكتر. الدعاء في الايام دي حلو قوي. ولو تقدري تخرجي حاجه بنيه اي حاجه انت عندك تقدري اللي انت تخرجي في الوقت دوت. الصدقات بتكون حلوه قوي في الوقت دوت. الاعمال كلها بتكون حلوه قوي في الوقت دوت. فربنا يجازيكم كل خير على كل حد بيعمل اي حاجه. هنا بقى منى كانت عايزه تاكل زلابيا، فقلت لها خلاص من عينيا هقوم اعمل لك. عملت ايه بقى؟ حطيت كوبايتين من الدقيق وعليهم معلقه كبيره من الخميره، ومعلقه ونص من السكر، ومعلقه من النشا، ومعلقه من الكاستر،
ومعلقتين من دقيق السميد بتاع البسبوسة ورشة ملح، وقلبت كله مع بعض. طبعا في الاول خالص انا عملت العسل عبارة عن كوبايتين من المية عليهم كوباية ونص من لا، كوبايتين من السكر عليهم كوباية ونص من المية، ورفعتهم على النار. اول ما ياخدوا غلوة هعصر عليهم ليمونة. هنا بقى حطيت كوبايتين من المية على كوباية ونص من المية على كوبايتين الدقيق، وقلبتهم وهسيبهم بقى على جنب كده شوية يخمروا. صراحة ما خدتش مني وقت خالص. هنا كانت خمرت، ولو كنت سبتها اكتر من كده كانت هتخمر اكتر من كده. هقلبها واخرج بقى منها الهواء كلها بالشكل ده. هحط عليها معلقتين من الزيت، بس معلقتين كبار، وهقلبها كويس جدا واخلي الزيت دوت يختفي خالص معايا. طبعا انا عارفه ان انا متاخره عليكم وبقالي كتير ما صورتش روتين، بس والله العظيم غصب عني، انتوا عارفين يعني انا ما يمنعنيش عنكم غير الشديد القوي. فشكرا للناس اللي سألت وبتسأل، وشكرا للناس اللي اهتمت بالموضوع. فربنا يدومكم نعمة في حياتي، امين يا رب العالمين. بعد بقى ما خلصت انا بعملها بالمعلقه اللي هي بتاعه المعياريه. ممكن تعمليها بمعلقه الايس كريم، ممكن تعملي بالمعلقه بتاعه الشاي العاديه، معلقه زي اللي معايا ديت مش هتقولك لا. بس اهم حاجه اللي انت تحطي في المعلقه زيت، والزيت ما يكونش سخن قوي وما يكونش بارد خالص، لان لو بارد هتعمل معاكي اشكال فضائيه هتبقى مش لطيفه خالص. هنا بقى اديتها كده نص تحميره زي ما انت شايفه. هطلعها على مصفى، وبعد ما طلعتها على المصفى الزيت برد معايا خالص، وهي كمان بردت تماما. شغلت الزيت تاني ونزلت بنفس الكمية، بس برضو حبة حبة لحد ما تاخد معايا لون. في الوقت دوت بقى كان العسل خلاص، اللي هو الشربات. قد ايه طلعت طعمها حكاية، حاجة كده تستاهل بقك، لازم تجربيها بالطريقة دي. كمان معلقتين السميد اللي انا حطيتهم اللي هم بتوع البسبوسة ادوها مضغة كده حلوة قوي، ادوها عارفة اللي هي زي اللي بتاكليها من بره بالظبط. والله لو عملتيها بنفس المقادير اللي قلتلك عليها هتطلع زي بره بالظبط. ممكن بقى تحطي عليها فوق الوش بقى صوص شوكولاته، صوص فراوله، تحطي سكر بودره، عسل زي ما انا عاملاها كده. انا عندي كانوا عايزينها بالعسل، فانا بصراحه عملت العسل وحطيته عليها بالشكل ده، بس طلعت مسكره وجميله. انا عن نفسي كلت منها كتير قوي قوي قوي، يعني عماله اقول كفايه وبرده مفيش فايده. هنا كان عندي شويه مكسرات بندق ولوز فمكسرين كده، يعني انا كنت بشرب اسمها ايه، مكسراهم يعني كده. فحطيت شويه فوق الوش. بصي من جوه مفرغه ومن بره مقرمشه، حاجه كده جميله قوي. والكوره جميله كده مظبوطه. اي نعم اللي فيه طلعت كام واحده كده مش تمام، بس عارفه برضو ايه، قدرت اتغلب عن الموضوع. تعالي بقى نظبط مع بعض برضو بقية تنظيفات المطبخ. والمطبخ اللي ما بيخلص خالص ده، انا كنت مش عارفة اخلع الشفاط دوت خالص، يعني من ساعة ما ركبته انا مش عارفة اخلعه. فان الاوان اللي هو يتخلع النهاردة ويتغسل. ده بتاع الحمام وده بتاع المطبخ. رشيت عليه اللي هو الباور بتاع ماي واي، بصراحة حلو، نزل الدهون كلها. طب انا مش عندي باور زي دوت وعايزه برضو انضف الشفاط، او مش عندي اي منظفات، شويه ميه سخنه تحطيهم، بس تكون الميه بتغلي كده شويه، تحطي فيهم شويه صابون مواعين وشويه خل، وتروحي حاطه ممكن تستبدلي الخل بالكلور، كلور الابيض او كلور الوان، وتحطي بقى المروحه دي جواه، او تحطي او يعني طبق كبير وتحطي فيه الشبكه ديت. هتلاقيها نتفت معاكي بكل سهوله. يعني بصي السلكه ما بعمل كده مش بكحت والله، لان برضه انا خايفة على البلاستيك يتجرح. لا انا بعمل بالراحة، والنتيجة بصراحة عجبتني يعني بكل سهولة. بس كده خلاص خلصناه. خلصناه. شفتي بقى مفيش بقى تعب ولا اي حاجة خالص. لو مش عندي باور هقولك هعمل زي ما انا لسه قايلالك من شويه، برضو سلكه كده، بس السلك اللي هو الناعم مش السلك الخشن، وشويه صابون مواعين والدنيا هتبقى تمام وزي الفل. هنا بقى ده تراب بس مش دهون، فمش بعمل جامد لاني مع شويه ميه هتلاقي كل التراب ده نزل. لكن بقى الشبكه من جوه انا برضو هعملها زي بره اهو. برضو السلكة لما بحس ان هي محتاجة شوية صابون بروح حاطة شوية صابون. بصي الطينة اللي نزلت على الرخامة قد ايه، دي كلها طبعا تراب. لما التراب بيجي عليه مية بيعمل طينة.
هنا خلاص كنت خلصت الاتنين. بتاع الحمام طبعا مش زي بتاع المطبخ خالص من نسبة النظافة، لا بتاع الحمام انا شايفاه نضيف، يعني هو شوية تراب بس كده وهيتشطف ويبقى زي الفل. لكن بتاع المطبخ هو فعلا كان محتاج يدعك بالسلكة. وقد ايه لما خلصته كده حسيت بانتعاش، ايه ده، ايه الحلاوة دي. يلا انت كمان لو ناقصلك حاجة قومي تشجعي وخلصيها وظبطي كل اللي وراكي، والدنيا هتبقى عندك تمام. ولو متضايقة او زعلانة او حاسة كده ان انت مخنوقة، استغفري استغفري، وان شاء الله باذن الله ربنا هيفرجها من عنده، وربنا هيفكها من عنده. كل الحاجات اللي احنا فيها ديت ده امتحان وصبر من عند ربنا، بيختبر صبرك. فانت قولي يا رب وقولي الحمد لله، وان شاء الله باذن الله ربنا يرضيكم كلكم ويرضى عنكم، امين يا رب العالمين. ربنا ينولكم كل اللي ببالكم، وادعي كتير في الايام الحلوه ديت، وان شاء الله باذن الله الايام ديت ربنا بيستجيب فيها الدعاء، فادعي كتير وان شاء الله باذن الله ربنا يستجيب، امين يا رب العالمين. طبعا اتسالت يعني قالت لي انا مش قادره اصوم، ينفع اصوم يوم عرفه؟ بصي انا سمعت شيوخ كتير قالوا عادي ممكن ما تقدريش ان انت تصومي الايام ديت، ممكن تصومي يوم عرفه بس. في شيوخ برضو قالت اللي انت لو مش قادرة تواظبي على ال10 ايام ممكن تصومي متقطعين، يوم ويوم لا، وهكذا يعني. بس معرفش يعني معرفش الكلام ده صح ولا لا، الله اعلم، ده اللي انا سمعته. هنا بقى بعد ما شطفت بقى المروحة وشطفت الشبكة، جبت بقى السلكة وبدأت بقى اللي انا اغسل الشفاط يعني كويس. هي طبعا انا غسلته كويس بس ما عدا الريش اللي هي بتتفتح من بره، غسلتها بس ما عرفتش اتمكن منها قوي لان انا متشعلقه على الرخامه. واخدين بالكم؟ فايه عارفين اللي هو ايه، خايفه الرخامه تتكسر، مش خايفه على رجلي بس خايفه الرخامه تتكسر يعني. لا وخايفه على رجلي طبعا، الصحه يا اختي اهم حاجه، اوعي تضحي بعمرك علشان خاطر تنضفي حاجه ولا تعملي حاجه. لا واقفه متشعلقه وبعمل كده على مهلي واحده واحده لحد ما خلصت الحمد لله. كده خلاص كده خلاص، فاضل بس اللي انا ادعك بقى الشباك، وكمان امسح الحلق بتاع الشباك كله اللي هو حوالين الشفاط، والحلق كله بقى. بس كده. اللي جاب ايديا عند السلكة مش عارفة، عارفين اللي هو مستعجلة وعايزة اعمل بسرعة، السلك الحمد لله معلوش دهون، بس انا غسلته برضو يعني، تحس اللي هو ايه، نبو من الحب جانب. لو عندك دهون على السلك بتاع الشباك شوية اي منظف اللي هو بتاع الدهون، وفرشة هتنظف السلك كويس جدا. ممكن تبقى فرشة البلاط بقى، مقشة صغيرة مش بتستخدميها مثلا، اي حاجة ليها سنون كده هتلاقي السلك نضف ورجع احسن من الاول بكتير. طبعا الفوطة انا بشطفها وبرجع اعمل بيها تاني، والسلكة برضو برجع احط فيها مية وشوية صابون وارجع اصبن بيها بقية الحاجة تاني. قلت بالمرة يعني اصبن بقى الشباك وانا واقفة، من جوه ومن بره. منى اللي كانت بتصورني بسم الله ما شاء الله عليها تصوير يعني ايه، زي العسل زي العسل، ولا انتوا عندكم اعتراض؟ لو عندك اعتراض اكتبي في الكومنتات، انا بقبل اي حاجة. ايه رأيك في تصوير منا؟ هستنى رأيك في الكومنتات ان شاء الله. بصوا هنا بعد ما خلصت وركبت كمان الشفاط، بسم الله ما شاء الله رجع جديد اكني لسه جايباه دلوقتي حالا. النظافة حلوة ولا انتوا عندكم اعتراض برضو؟ بحبكم بالله، سلام عليكم.